مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده مباشر من مصر واسره يوم الاحد. هنبدا حلقتنا النهارده ان شاء الله مع فقره الاخبار وقراءه في فكر الرئيس مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم سالم، وهيكون حديثنا النهارده عن قطاع الاعمال العام، شركات قطاع الاعمال العام بشكل عام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه، واهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدي مباشر من مصر. اهلا بيك. بعد جلسة حوارنا الأولى إن شاء الله هيكون لينا حوار آخر مع الزميلة مريم بدر وسيادة اللواء دكتور أشرف السعيد رئيس شبكة معلومات وزارة الداخلية الأسبق، وحديث عن الأمن السيبراني. قبل ما نبدأ أول فقرة من فقراتنا النهاردة اسمحوا لي أتوقف معاكم مع هذا التقرير الإخباري، نعود بعده لجلسة حوارنا الأولى. خليكم معنا. توفير أقصى دعم لقطاع الزراعة والمزارعين. الرئيس: الاستفادة من التقنيات الحديثة والأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط نتائج الجولة الترويجية للاستثمار. مدبولي يوجه بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالسويس. الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابع. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في معرض إيدكس 2023. وزير المالية يستعرض مع رئيس مصلحة الجمارك جهود تعزيز الحوكمة. وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية يتفقدان معرض أيادي مصر للأشغال اليدوية. وزير الكهرباء يستقبل النائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكستاني لبحث سبل التعاون. وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتوجهان للعاصمة الأردنية عمان لدعم الاستثمار في محميات الفيوم. الجيزة تفتتح معارض أهلا رمضان بالمنيب والبدرشين والعياط وتخفيضات تصل ل30%. الصحة تكشف: فيروس ماربورغ لا يوجد له لقاح مضاد وأصدرنا الدليل الإرشادي. منظومة أمان توفر أغذية مخفضة الأسعار في 1026 منفذا ثابتا ومتحركا. رجعنا لكم مرة تانية، وزي ما قلنا في البداية حديثنا هيكون عن شركات قطاع الأعمال العام. الحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم عن هذه الشركات لابد أن نؤكد على معلومة مهمة جدا وهي راسخة في استراتيجية الدولة المصرية، أن هذه الشركات شركات هامة جدا وقطاع لا يمكن الاستغناء عنه، ودائما وأبدا القيادة السياسية بتؤكد على أهمية تطويرها والعودة بها مرة الأخرى إلى الإنتاج تستوجب حسن إدارتها، تعظيم الموارد الناتجة عنها اللي طبعا ده هيعظم المردود للناتج الصادر منها، وبالتالي هيكون ليه مردود كبير على الاقتصاد الوطني. اسمحوا لي أجدد الترحيب مرة أخرى بالكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم سالم. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحقيقه واحنا بنتكلم على قطاع شركات قطاع الاعمال العام، خليني اقول في البدايه ان بعض من هذه الشركات متعثر، بيواجه بعض المشكلات وبيواجه بعض التحديات، سواء كانت تحديات ماليه سواء كانت تحديات اداريه من جوه بعض هذه الشركات بالاعداد الكبيره مثلا اللي موجوده جواها، ولكن هذا لا يعني انه هذه الشركات ليس لها سند قوي وأهمية قصوى تستوجب بالفعل حسن إدارتها، تستوجب بالفعل تطويرها بالشكل اللائق، لأن ليها مردود كبير جدا. يعني خلينا نتفق مع حضرتك في البداية إنه بالفعل احنا بنتكلم في حدود 55 شركة متعثرة، وهي في الحقيقة مش متعثرة هذه الأيام، لا من سنوات طويلة، من فترة طويلة. نتيجة طبعا عدم ضخ استثمارات جديدة فيها، نتيجة كثرة العمالة فيها، نتيجة الإدارة غير سليمة، الإدارة غير السليمة اللي كان بيتم تعيينها في الفترات السابقة، وبالتالي تراكمت هذه المشكلات، وبالتالي ده بيضيف رصيد كبير من الديون على هذه الشركات.
في الحقيقة الدولة في الفترة اللي فاتت كان بتحاول تحد من هذه الديون، وحاليا أيضا من خلال مبادلة الديون بالأصول، لأنه اوريدي الشركات ما عندهاش حاجة، لا تملك شيء، لكنها تملك أصول في منتهى الأهمية، وده يعني هيكون لنا حديث فيه بعد كده. إنما تم مبادلة جزء كبير من هذه الديون بأصول، خاصة في شركات الغزل والنسيج وبعض الشركات التابعة لبقية الشركات القابضة، ودي كان أول خطوة بتتخذها الدولة من أجل إعادة هذه الشركات إلى المسار السليم. في الحقيقة كمان الدولة اتخذت إجراء تشريعي في الوقت نفسه لهذه الشركات، وحددت مجموعة من الآليات أمام الشركات القابضة، إما أن هي تضخ استثمارات في الشركات الخاسرة علشان تعود إلى مسارها، أو إما إن هي تدمج الشركات الخاسرة في بعضها البعض، أو تدمج شركة خاسرة في شركة رابحة علشان تتخطى هذه الأزمة، أو إن هي من خلال موافقة الجمعية العمومية يتم تصفية هذه الشركات. وموضوع التصفية طبعا تم في نطاق ضيق للغاية، لكن أنا بعتبر إن دي خطوة في منتهى الأهمية من الدولة لاستغلال أصول هذه الشركات المهمة للغاية. كمان في نقطة مهمة جدا، وفي الحقيقة أنا بحيي مباشر من مصر وبحيي الفضائية المصرية على فتح هذا الملف، لأنه احنا كنا بنتوقع كصحفيين أن وزارة وزي وزارة قطاع الأعمال العام بتتولى هذا الملف الكبير، تشرك الوسط الصحفي معاها، تفتح الشركات للصحفيين ان هم يشتغلوا ويتواصلوا مع رؤساء الشركات، وتكشف صورة للرأي العام، لانه الصحافة زي ما حضرتك عارفة والاعلام بيكون كاشف للمشكلات وبيحط حلول وبيحط مقترحات. كنا نأمل طبعا من الوزارة ان هي يعني تلقي الضوء اكتر وتفسح المساحة للصحفيين بصورة كبيرة للتواصل معهم. ده اللي طبعا احنا بنتمناه ان شاء الله انه يتم في الفترة القادمة. تمام. طيب خلينا نروح ل يعني الحقيقة صناعة من الصناعات المهمة جدا، صناعة الغزل والنسيج. صناعة كثيفة العمالة، بتستوعب عدد كبير جدا، ممكن انها تكون وسيلة من وسائل القضاء على البطالة بشكل كبير. في نفس الوقت هذه الصناعة كان ليها يعني تاريخ كبير جدا في مصر، وبالتالي هي ممكن لو ضخ فيها المزيد من الاستثمارات، لو تم تطويرها بالشكل اللائق، ادارتها تكون اداره رشيده ومتطوره، ودي نقطه مهمه جدا لانها صناعه الحقيقه فيها كل يوم جديد، بالتالي ممكن تدخل عمله صعبه للدوله المصريه بشكل عام. واعتقد ان في خلال فتره قصيره هيتم افتتاح بعض من المصانع الخاصه بالغزل والنسيج. انا عايز اقول لحضرتك انه بعض الوزراء البريطانيين كانوا بيفتخروا ان اجدادهم وابائهم كانوا شغالين في شركات الغزل في مصر. يعني مصر منذ يعني الستينيات والخمسينيات كانت رائدة في صناعة الغزل والنسيج. وفي الحقيقة الصناعة هي لها شقين، الشق الأولاني احنا بنتكلم عن الصناعة نفسها، والشق الثاني كان مرتبط بالزراعة، بالقطن، بعملية القطن. الدولة في 2013-2014 استعانت بمكتب خبراء أجنبي علشان تطور صناعة الغزل والنسيج. أنا بحاول بس أدي صورة مبسطة سريعة للسادة المشاهدين. من 2013 و2014 كان من المفترض تطوير هذه الصناعة بتدشين مصانع جديدة واستيراد ماكينات حديثة بدل الماكينات المتقدمة اللي في المصانع عندنا أو في المحالج. كان من المفترض أن المشروع ده هيتكلف 13-14 في حدود 11 مليار جنيه. روتين، بيروقراطية، إدارات. احنا وصلنا النهاردة تخيلي أنه تكلفة المشروع ارتفعت ل50 مليار جنيه. وبالتالي يمكن حضرتك تابعتي معانا والسادة المشاهدين أنه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء راح بنفسه شركة مصر للغزل والنسيج والمحل علشان يقف على المصانع الجديدة. الشركة دي من المتوقع ان هي تضم واحد من اكبر المصانع اللي موجودة في العالم، لكن لحد هذه اللحظة لسه الالات بتاعته والمعدات لسه لم يتم استيرادها من الخارج. هتضم مصنع 4 او مصنع 6، هي مصانع ضخمة ومصانع كبيرة. هذه المصانع ستكون نواة لبقية الصناعة، اللي هي الصناعة ليست مجرد غزل ونسيج فقط، لكن لابد ان يكون في قيمة مضافة كمان. في حقيقة الامر انه تم اطلاق براندات جديدة للمنتجات هذه المصانع علشان تنافس عالميا، وطرح هذه البراندات من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية. ده جانب. الجانب الثاني الحقيقة الوزارة اشتغلت على جزئين بالتنسيق مع وزارة الزراعة. اشتغلت على زيادة مساحة الأقطان طويلة التيلة، اللي احنا إن شاء الله أنا بقول إن احنا في الموسم الحالي هنقرب من 500,000 فدان، وده طبعا نتيجة لارتفاع أسعار القطن في الفترة اللي فاتت، وإنه الأمطار النهاردة تخطى 8000 جنيه، وده رقم غير مسبوق وطبعا فائدة كبيرة للمزارع. الأمر الثاني اشتغلت على زراعة الأقطان القصيرة في شرق العوينات، والأول مرة
في تاريخ مصر، مصر تنجح في زراعة الأقطان القصيرة شرق العوينات، وده على فكرة حدث في منتهى الأهمية. وأنا قلت قبل كده في كتاباتي إذا كان محمد علي ساهم في إدخال الأقطان أو القطن طويل التيلة إلى مصر، فإنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إدخال الأقطان قصيرة التيلة في مصر ونجحت. عايز أقول لحضرتك إن التجربة الثالثة شرق العوينات اللي كان على مساحة 1250 فدان، الإنتاجية بتاعت الفدان الواحد المتوسط بتاعها 10 أمتار، وده يقارب متوسط الإنتاج العالمي. بعض المشاهدين هيقول يعني احنا متخصصين في القطن الطويل، طب احنا عايزين القطن القصير ليه؟ اقول له حضرتك العالم كله بيستخدم القطن القصير بنسبة 98.5%. تخيل حضرتك الرقم، يعني 98.5% أقطان قصيرة و1.5 أقطان طويلة اللي مصر بطبيعة الحال متميزة فيها. طيب أنا يعني يمكن النقطة المهمة اللي الحديث دايما عنها هي فكرة التطوير والتدريب، خصوصا إذا قلنا إن في عمالة كتير، ولكن الأهم من ده إن إحنا هذه العمالة نستفيد منها، ندربها، نطورها، نعمل نوع من أنواع التطور الصناعي حتى في تكنولوجيا العمل نفسه. أعتقد أن ده من الجزئيات المهمة اللي موجودة بالفعل في خطة تطوير مثل هذه المصانع، وعلى رأسها مصنع الغزل والنسيج. بالفعل في خطط لتطوير العمالة. معلش عذرا علشان العمالة تحديدا هي يعني ثروة لا يمكن أننا نغفلها. أكيد العمالة في الحقيقة في الفترة اللي فاتت تم فتح أكتر من مركز لتدريب العمالة على الماكينات الحديثة، لأنه في ماكينات حديثة جاية، بالتالي بالفعل تم تدريب العمالة. قبل كده بفترة تم عمل برامج تحويلية للعمال، لأنه أنا عايز أقول لحضرتك خلينا نتكلم في 20 سنة اللي فاتت كان بيحصل إيه؟ بيدخل العامل فني متخصص معاه دبلوم تجارة أو دبلوم صنايع، وبعدين خلال فترة الخدمة ياخد مؤهل، وبعد كده يقول لك أنا عايز أبقى إداري. ده تسبب إيه على مدار السنوات؟ تسبب إنه عدد الإداريين أو الموظفين ارتفع ل 70-80%، وعدد اللي هم الفنيين اللي الشركات عايزاهم 20%. فبقى عندنا ما دي مشكلة إدارة. يعني اعتقد هو طبعا الفني بيفكر يقول ان هو برستيج بقى، يعني هو بقى كده بقى المدير، لكن هو لا يعلم ان الفني يعني هو رقم واحد في مثل هذه الصناعات. انا بتفق مع حضرتك بدليل النهارده انه الفئه الاولى مثلا في المانيا، يعني الواحد زار دول كتير وزار مصانع كتير في مختلف دول العالم، يعني انا عايز اقول لحضرتك انه الليفل الاول في المانيا هم الفنيين. طبعا بالتاكيد، وعلشان كده الدوله الان اهتمت اهتمام كبير بالجامعات التكنولوجيه. ده حقيقي. كمان عايز اقول لحضرتك الدوله كمان اشتغلت على نطاق تشريعي للمساله دي، قالت انه وفقا للائحه الموارد البشريه الجديده انه الفني اللي ياخد مؤهل عالي في نفس تخصصه ماشي يشتغل. انما انت النهارده تاخد مؤهل عالي تبقى انت راجل مثلا فني ميكانيكا او فني كهرباء، وتاخد جامعه مفتوحه مثلا كليه تجاره وعايز تغير، ما ينفعش. يبقى اذا تكون في نفس المسار اللي موجود فيه. هم شغالين على هذا الامر. من الجامعات التكنولوجيه ان الحته او الجزئيه اللي هي خلينا نبقى يعني لا نغفلها في ثقافه المجتمعات الشرقيه والمجتمع المصري، هي الشهاده الجامعيه، هي الفنيين درجة تانية، وده غير سليم بالمرة. هي بس محتاجة إعادة يعني تثقيف أكتر. يعني أنا بتفق مع حضرتك تماما إنه فعلا إحنا نظرة المجتمع لابد ده تتغير. دايما إحنا يعني توارثنا هذه الثقافة من عصور طويلة، وإنه ده بيه أو قاعد على مكتب غير اللي في الشارع غير اللي شغال. أثر بشكل كبير، مع إنه طبعا أثر تحديدا على شركات قطاع الأعمال العام، اللي عايز أقول لحضرتك إن هي مكبلة بعمالة زائدة. لكن انت النهارده العماله اصبحت امر واقع، فبالتالي لابد ان انت تتعامل معاها بحكمه، ولابد ان انت تتعامل شركات تعمل لها تدريب تحويلي جدي وفعلي. بتفق كمان مع حضرتك على نقطه ان ادارات الشركات للاسف يعني في الفتره اللي فاتت لم تكن حازمه في هذا الامر، او انه يعني انا مش عايز اقول انه هي ادارات بعضها كان بياتي بالمجامله على حساب الواقع وعلى حساب الفعل. لا، احنا محتاجين ادارات شركات يكون عارف احتياجاته ايه، مستلزماته ايه، ويكون موجود ويكون قائم. وفي نفس الوقت من المهم جدا ان ادارات الشركات دي احيانا وسائل الاعلام بتطرح مشاكل وبتطرح قضايا سواء متعلقه بالعمال او متعلقه بالصناعه نفسها. من المهم جدا ان انت تسمع لها. افتح شركاتك لوسائل الاعلام علشان تلقي الضوء. يعني انا عايز اقول لحضرتك كم برنامج النهارده اتعمل علشان نتكلم عن صناعه للغزل والنسيج، بتتكلف كم؟
50 مليار جنيه، ده رقم ضخم جدا من ميزانيه فتحنا الموضوع الدوله. ده وملف صناعه الغزل والنسيج اكتر من مره الحقيقه. يعني انا يعني فعلا انا بحييكم مره ثانيه، ده ملف في منتهى الاهميه وفي منتهى الحساسيه، وبالتالي لابد كل حاجه محيطه بهذا الملف يتم رصدها جيدا. احنا بنتكلم عن ثروه، جزء كبير من هذه الثروه زي ما انا قلت لحضرتك حوالي من 10 ل 12 مليار جنيه جاء نتيجه تبادل اصول، بيع اراضي، لانه بطبيعه الحال كان شركات الغزل والنسيج بتخسر سنويا من 2.5 ل 3 مليار جنيه. فشوف التراكمات على مدار 15 سنه او 20 سنه بنصل الى كام، 40 او 45 مليار جنيه. بالتالي من المهم جدا ان احنا نعظم ده. والدوله مؤخرا عملت حاجه في منتهى الاهميه اللي هي وثيقه سياسه ملكيه الدوله. بمعنى انه النهارده الدوله حصرت الاصول اللي موجوده في قطاع الاعمال العام، حصرت الانشطه اللي ممكن الدوله تشتغل فيها، حصرت الانشطه اللي هيتم تركها للقطاع الخاص. انا النهارده القطاع الخاص ذراع اساسي وشريك اساسي للدوله في التنميه، فبالتالي الدوله في الفتره اللي جايه هتترك حوالي 70 نشاط للقطاع الخاص انه يشتغل وانه يبدا. ده مش كده بس، كمان ده هي فتحت الشركات العامه وشركات قطاع الاعمال العام للشراكه مع القطاع الخاص، سواء مستثمر كبير يدخل يشيل مثلا 25 او 50% من الشركه ويشتغل جنبا الى جنب مع الحكومه، او من خلال اداره القطاع الخاص مختلفة. ده حقيقي، ده حقيقي. إدارة القطاع الخاص إدارة أكثر حوكمة، أكثر حرصا على ما هو يعني ما هو ماله، ما هو راجل المستثمر اللي بيجي بيكون ماله، وبالتالي هو نفسه بيتابع وبيتفقد. واحنا للأسف برضو عندنا فكر في القطاع العام، يعني مش عايز أقول لا يقارن بالقطاع الخاص في الحقيقة. بقول لك على فكرة حضرتك اللي بتقوله ده برضو يعني مهم جدا في جزئية ما أثير مؤخرا عن بيع الدولة للأصول وكل الكلام ده اللي هو محض إشاعات ومحض افتراءات. يعني في الحقيقة خليني أقول لحضرتك في النقطة دي، هو يعني إيه بيع؟ بيع إن أنا بتخلص من الشركات أو من المصانع تماما، ده ما بيحصلش. إنما اللي بيحصل كالتالي: استراتيجية الدولة اللي كانت أعلنتها الحكومة مؤخرا وطرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، أنا بعمل إيه النهاردة؟ الأول باجي أقيم الشركة، بقول إن الشركة دي وليكن تساوي 10 مليار. طيب أنا هطرح 20% أو 30% من الشركة دي، يعني 200 مليون أو 300 مليون للقطاع الخاص، فيدخل مستثمر يضخ لي ال 200 أو 300 مليون اللي أنا هحدث بيهم المصانع وهزود بيهم العمالة وهزود بيهم الإنتاج وهزود بيهم الصادرات والشركة قائمة. نفس الكلام بينطبق على الأمر في الطرح في البورصة. يعني طبعا ده كلام في الحقيقة شائعات مغرضة، يعني هدفها معروف الناس طبعا، لكن للأسف أغلب الناس الغير متخصصة مش فاهمة المسألة. هنبيع الشركات؟ لا طبعا مش بيع للشركات ولا حاجة. واهم نقطه هي عدم التخلص من العماله، لان دي برضو شيء يعني مستبعد تماما. عشان كده احنا كنا بنتكلم على فكره التطوير والتدريب، التطوير والتدريب. خلينا برضو نتكلم علشان برضو ما نكونش احنا بعاد عن الاحداث. حتى في الشركات اللي اتصفت الفتره اللي فاتت، وانا هذكر منهم مثلا الحديد والصلب والقوميه للاسمنت، اللي حصل فيهم حصلت اتفاقيات بين وزاره القوى العامله وبين النقابات المختصه وبين وزاره قطاع الاعمال العام، والعمال اخذوا حقهم تمام التمام، لدرجه انه وانا مسؤول عن الكلام ده، انه عمال بقيه الشركات قالوا يا ريت احنا يتعمل معانا زي اللي اتعمل في الحديد والصلب او في القوميه للاسمنت. العامل خد مستحقاته يعني زي مش عايز اقول كما يقول الكتاب وافضل من ذلك. احنا بنتكلم عن اقتصاد. الاقتصاد انا النهارده ما ينفعش ان انا اشغل شركات خسرانه على طول. انا بتفق مع حضرتك مره تانية انه الاداره المحترفه قادره بشكل كبير ان هي تقود الشركات، وفي امثله كتيره جدا عندنا في شركات مصريه بمجرد تغيير الاداره الشركه تحولت من الخساره الى تحقيق ارباح. احنا عندنا في قطاع الاعمال العام قطاع الغزل والنسيج ده كان 32 شركه زي ما انا قلت لحضرتك بتخسر 2.5 3 مليار. بعد مشروع التطوير الجديد الدوله بتستهدف انه على الاقل الشركات دي على مدار ال5 سنين اللي جايين تصدر ب10 مليار دولار للخارج، لانه احنا لسنا اقل من فيتنام ولسنا اقل من بنجلاديش ولا اقل من الهند ولا باكستان في هذه الصناعه. انا امتلك العماله المهره يعني في هذا المجال تحديدا. يعني هي صناعه محتاجه بعض التطوير زي ما حضرتك قلت،
تطوير صناعي، ماكينات محدثه، تطوير وتدريب للعمال. اعتقد ان احنا هيحصل فينا عندنا طفره مهمه جدا في هذا الملف تحديدا، وهي صناعه الغزل والنسيج. في الحقيقه انه عمال مصر انا بحييهم، الخبراء الاجانب لما جم شافوا الشركات بتاعتنا ما صدقوش ان العمال بيطلعوا منها الخامه دي، بجد انبهروا. احنا عندنا تخيل حضرتك كان في المحالج، عندنا في محالج من سنه 1875، بقول لحضرتك تاني من سنه 1875 كان عندنا محالج قديمه. لا احنا عندنا العمال مهره على اعلى مستوى. مجرد ما العامل النهارده بيلاقي الحافز المناسب، مجرد ما العامل النهارده يحس انه في نوع من العداله، مفيش مجاملات وللاسف برضه بعض الشركات بتعملها، العامل بيبدع وبينتج. وزي ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اكتر من مره انه الهدف من التطوير ان انت تزود عدد العمال، ان انت تجيب عماله كتيره، لانه انا النهارده لما اصدر ب 10 مليار دولار ودربهم على الماكينات الجديده والتطوير الصناعي الجديد. بالظبط. يعني عايز اقول لحضرتك لما اصدر النهارده ب 10 مليار دولار ده محتاج له على الاقل 120,000 عامل. احنا النهارده بنتكلم في حدود اللي موجود في قطاع الغزل والنسيج 35,000 عامل، ده انا عايز ضعفهم مرتين علشان اقدر اوصل للتارجت ده، بالظبط. عشان نعمل طفره. لكن ارجع تاني اقول لحضرتك المساله محتاجه حوكمه، محتاجه اداره على غرار اداره القطاع الخاص، محتاج ان انا اغير فكر العامل، محتاج النهارده كمان ان انا افعل قانون 203 لسنه 92 اللي هو قانون قطاع الاعمال، كان دايما بيربط الحافز بالانتاج، لكن في حقيقه الامر ما كانش بيتم على ارض الواقع. كان في مجاملات كتير. مهم جدا ان انا النهارده اربط الحافز بالانتاج، مهم جدا ان انا كمان المبدعين اللي في الشركات دي اطلعهم فوق وياخدوا حقهم، مهم جدا ان انا القيادات الوسطى النهارده امسكها الشركات بدل ما اجيب ناس من بره تمسك الشركات، لا الناس اللي موجوده في الشركات نفسها هي اللي قادره، عارفه مشاكلها وهي اللي قادره على تطوير هذه الشركات. وده طبعا اللي احنا نتمناه ان شاء الله في الفتره اللي جايه من وزاره قطاع الاعمال، ان هي تنظر الى القيادات الوسيطه اللي موجوده في كل الشركات. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم سالم. ميرسي يا فندم. هنتوقف معاكم مشاهدينا مع هذا الفاصل، نعود بعده للزميله مريم بدر وجلسه حوارنا الثانيه، خليكم معانا.